السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب يكون كلكم بألف خير. محدش سايب مدام هناء في حالها. القنوات اللي ما بتحبش مدام هناء بصوا مقطعينها كده تقطيع، عمالة تقولي نازلة عند أهلي وعند أهل وعندي إخوات وعندي واحنا عيلة مترابطة واحنا عيلة بنحب بعض. لا شفنا عيلتك المترابطة ولا شفنا عيلتك اللي بتحبوا بعض. فين؟ فيش فيهم حد يجي يستقبلك، جاي أخوكي ومرات أخوكي وعيلتين صغيرين. فين أهلك؟ ده انت بقالك كام سنة ما نزلتيش، وحتى لما نزلت آخر مرة ما روحتش عند إخواتك. مش المفروض أهلك كلهم يجوا يكونوا في استقبالك؟ ده حتى هم موجودين في القاهرة. وبعدين ازاي يعني اخواتك يبقوا موجودين في القاهرة، في الشيخ زايد او في 6 اكتوبر، وما يجوش حتى مثلا يستقبلوك؟ مين تروحي عند مين؟ تروحي عند اللي هو في اخر الدنيا مسافة سفر رايح وجاي، ولا عند اخواتك اللي موجودين في القاهرة؟ طب يا جماعة انه الاولى تروح عند اخوها الراجل حتى لو كانت بعيدة شوية، ولا تروح عند اختها الست اللي متجوزة راجل غريب؟ العقل بيقول ايه؟ الواحدة اللي جاية من السفر تروح فين؟ وبعدين الفيوم هي قريبة مش بعيدة، يعني ساعة ولا ساعة ونص. العقل بيقول ايه يا جماعة؟ الواحدة لما تكون جاية من السفر تروح فين؟ بيت اختها وجوز اختها، ولا تروح بيت اخوها؟ العقل بيقول طبعا ان الواحدة اخوها اولى. اخوها اولى هو اللي يجيها، واخوها اولى هو اللي ياخدها بيته، مش تروح بيت اختها. ده كلام برضك يا جماعة. ما الواحد اللي يقول اللي ليه واللي عليه. ده حتى لو هي كانت راحت عند اختها والله كلكم كنت هتنزلوا، اللي هم بيحبوش مدام هناء. ازاي تيجي من بره وتنزلي على اختك؟ عيب، ما يصحش. المفروض لما تنزلي على بيت اخوكي. ده اللي كان هيتقال. ازاي تنزلي في بيت راجل غريب؟ جوز اختك بس راجل غريب. المفروض تنزلي في بيت اخوكي. بعدين مين قال لكم ان اخواتها مش هيروحوا لها؟ في ناس خارج مصر، وفي ناس موجودة، وفي ناس عند ولادها عندهم امتحانات، وفي ناس مريضة ما تقدرش تتحرك، وفي ناس ما بتحبش الكاميرا. فنمسكش على الواحدة فين أهلك فين أهلك فين أهلك. أهلها ما شاء الله عليهم، ودلوقتي هتشوفوهم أكيد في الفيديوهات. ده انتم بس يعني كمان بصيتوا للست في الفطار بتاعها. ايه الفطار اللي هم حاطينهولك ده؟ طب تعالوا نتكلم بالراحة كده. هو احنا بنفطر ايه يا جماعة؟ يعني احنا بنفطر ايه؟ الناس كانوا حاطين لها يعني خيرات ربنا كلها. حاطين بيض، حاطين عسل، حاطين حلاوة، حاطين مربى، حاطين عسل ابيض، حاطين فطير، حاطين جبنة فلاحي الست عاملاها لها. يعني الصراحة حاطين بسطرمة، يعني جبنة رومي. طيب يعني انت عايزين الناس يعملوا لها ايه؟ هيحطوا لها ايه على الفطار؟ يعني وهي مدام هناء بتفطر ايه في فرنسا؟ واحنا بنفطر ايه هنا؟ يعني حد يقول لي كده احنا فطرنا بيكون ايه غير الحاجة اللي كانت موجودة دي؟ ومش كلها كمان بنحطها على الفطار. الناس قايمين بالواجب، مش مخليين حاجة ممكن تكون في نفس مدام هناء اللي حاطين لها على السفرة. بتعيبوا ليه على الاكل الفطار، وبتعيبوا على الغدا، وهي يعني جايه وراحه هناك ومش هتصرف ولا تعريفه، وهتخلي اخوها يغرم غرامات كتير، وهي جايه عشان توفر ايه يا جماعه؟ يعني مدام هناء جايه عشان توفر ايه؟ عشان تصور وعشان توفر ايه؟ انتوا عارفين التذكره اللي مدام هناء دي دفعتها قد ايه عشان تقولوا ان هي جايه تقعد عند اخوها عشان توفر، ومش هيهون عليها تطلع قرش ولا هتصرف؟ ما هتدفع قد كده في ثمن التذكره، وهتدفع قد كده بردك في ثمن الرجعه.
عمالين تقولوا هي جايه مصر بس عشان خاطر مش صله رحم ولا صله مش عارفه ايه، ده جايه بس عشان تعمل سلسله فيديوهات. وهي محتاجه مدام هناء انها تسافر عشان تعمل سلسله فيديوهات؟ ليه ما يكونش اخواتها وحشينها؟ وبعدين هي لبت نداء اخوها قال لها انزلي يا هناء، هناء نزلت. ايه المشكله؟ اول ما اخوها قال لها انزلي خدت بعضها وقطعت التذكره ونزلت. وبعدين انتوا عمالين تقولوا هي مش هتقدر تخش السعوديه. وبعدين هي كانت برضك ده اول ما طلعت من المطار قالت الحمد لله وشهدت ان هي طلعت من المطار. كانت خايفه من ايه؟ يعني مدام هناء هتخاف من ايه؟ لا هي لا قدر الله مجرمه، ولا هي قاتله قتيل، ولا هي بتهرب مخدرات، ولا هي بتعمل اي حاجه وحشه عشان تبقى مرعوبه وخايفه. هي بتحمد ربنا انها نزلت بالسلامه من الطياره. كلنا بنعمل كده. ده انا لما كنت مسافره ورجعت، يعني اول واحد ما الطياره بتنزل الارض الواحد بيقول الحمد لله. اول ما بتحط رجلك في الارض تنزلي من الطياره بتبقى عايزه تنزلي وتبوسي الارض وتحمدي ربنا ان انت نزلتي سلمه من الطياره. فالست لما تقول الحمد لله ان يعني كده خلاص، يعني كانت خايفه ومرعوبه. وبعدين مسكين الست، شوفوا شكلها في المطار عامل ازاي، شكلها عجزت، شكلها بص وشها مكرمش، بصوا وشها. طب شوفوا صورها وهي في البيت بتاعها في فرنسا، وشوفوا صورها وهي في المطار. ايوه الواحد قاعد في بيته قاعد مرتاح، حتى مثلا كحل، حتى يعني قاعده هاديه، قاعده رايقه، قاعده فصورتها وشها مش هيطلع في اجهاد. هي دلوقتي قعدت اليوم كله بره، يعني قاعده يوم كله من طياره، من عربيه لطياره، وتنزل في المطار وترجع تاخد طياره تاني وبعدين ترجع تنزل. اجهاد يا جماعه، اجهاد كبير. طب خلينا احنا نفسنا نطلع في يوم بره كده من الصبح بالليل، وشوفي شكل حضرتك الصبح وانت طالعه، وشوفي شكل حضرتك وانت راجعه بالليل، شوفي شكلك هيبقى عامل ازاي. اكيد بصي هيبقى باين على وشك الاجهاد. هتبصي في المرايه هتقولي يا ده انا حاسه ان انا يعني زدت على عمري 10 سنين من الاجهاد. والست اكيد تعبت، اكيد تعبت. ده الواحد لما بيروح اسكندريه ولا بيروح اي مكان قريب منا تبص تلاقي الواحد رايح خلاص تعبان، اجهاد. امال الست جايه من فرنسا، ومن فرنسا على تركيا، ومن تركيا على مصر، عايزينها تطلع عامله ازاي يعني؟ وبعدين عيب التنمر، يعني من الاخر يعني عيب التنمر. بصوا شوفوا شكلها، بصوا شوفوا ايديها، بصوا. ليه كده؟ هو احنا اللي خلقنا نفسنا يا جماعه؟ ليه بتتنمروا على الناس؟ مش مخلين للست اي حاجه، عمالين تتنمروا عليها. مالها الست؟ زي الفل. الست بس تروح البيت تنام، تاخد راحتها في النوم، تصحى تبص هتلاقوها رجعت تاني هي مدام هناء. كل ده اجهاد من السفر. ومش للدرجه يعني اللي انتوا عمالين تحكوا عليها. شوفوا صورها، شوفوا صورتها في المطار. مش للدرجه يعني ما تأفروش قوي في الكلام. حاجه بقى كده يا جماعه عايزه اكلمكم فيها. طالعين يقولوا على دكتوره رباب انها طلعت وتكذبت على المتابعين. هي ما تكذبتش على المتابعين، هي قالت وجهه نظرها ان مدام هناء زيها راحت زيها زينا. قالت وجهه نظرها ان مدام هناء راحت السعوديه، زي ما احنا كلنا قلنا ان مدام هناء راحت السعوديه. كونها بقى مدام هناء قايله لها انها رايحه مصر، فده مش عيب في الدكتوره رباب انها ما قالتش. لا بالعكس، ده انسانه امينه ان حد يستأمنها على سر وما تطلعش تقوله. وكل القنوات هتموت مدام هناء راحت فين، ورغم كده الدكتوره رباب حافظت على السر. هي ما الدكتوره رباب تقول لك انا اقول ليه؟ صاحبه الشيء هي اللي تقول. الست امنتها على حاجه تطلع تفضح الدنيا وتقول لا انا عارفه كذا؟ لا طبعا.
فالدكتورة رباب بصراحة ربنا يبارك فيها ويحفظها، إنسانة أمينة جدا جدا جدا، مش إنسانة خوانة أنا أستأمنها على سر بعد شوية أطلع ألاقيها قالت له لفلانة وعلانة وعلانة. ربنا يبارك فيك يا رب ويحفظك يا رب يا مدام هناء، يا دكتورة رباب، انت ومدام هناء يا رب، ويبعد عنكم الناس الأشرار يا رب. في كمان يا جماعة مدام هناء ما شاء الله عليها طلعت بره تشتري تشتري كارت، طبعا لان في فرنسا سرعة النت عالية جدا غير عندنا هنا في مصر، فهي متعودة على السرعة العالية، فطلعت تجيب الكارت. فطبعا وهي ماشية شمت ريحة الروايح الجميلة بتاعت عربية الكبدة والسجق، فطبعا قعدت واكلت هناك. وطبعا الكبده ما شاء الله عليها ريحتها يعني تخلي اللي ماشي في اخر الشارع يجي يجري يروح ياكل في الكبده دي. فطبعا مدام هناء اكلت هناك وهي قاعده، في حد من المتابعين تقريبا عرف مدام هناء وهي قاعده في المحل، اتعرف على مدام هناء وكده، حتى كان في طفل تقريبا كان عايز يخش يتصور معاها والطفل اتحرج مرضيش يجي يتصور يعني. فما شاء الله يا مدام هناء كل متابعينك عارفينك وبيحبوك، ربنا يحبب فيكي خلقه كمان وكمان، وتفضلي كده منورة كده دايما كده منورة وفرحانة ومبسوطة. وإن شاء الله نشوف فيديوهاتك انت واخواتك يا رب قريب كده، نشوف فيديوهاتك انت واخواتك وفيديوهاتك انت واخوك المرعب. ما شاء الله عليكم عيلة جميلة، ربنا يبارك فيكم ويخليكم لبعض ويبعد عنكم الناس الأشرار. يلا يا بنات بقى عشان ما اطولش عليكم الفيديو، اللي ما اشتركش في القناة يشترك ويفعل الجرس عشان يوصل له كل جديد من عندنا. نقول محدش ينسى يحط اللايك يا جماعة، حطوا اللايك. يلا بقى عشان اقول لكم مع ألف سلامة.